اللي هي قعدت اصلا تعليقات سلبية للدكتور وهو عايش، جه بعد وفاته يلا نجرب نظام الطيبين. طب نظام الطيبين ده اللي انتوا رايحين تجربوه، يعني قريتوه بعقلكم ولا قريتوه بالعاطفة اللي انتوا عايزين تاخدوا الحاجات الممنوعة؟ طب تعالوا كده واحدة واحدة نقرا الحاجات اللي هي المفروض في الممنوعات. الممنوعات انا بدأت لكم بيها، رغم المفروض ابدأ بيها تاني حاجة، واخدت لكم اسكرين من النظام نفسه. تمام. اول حاجة الممنوعات الموجودة النشويات المصنعة، اللي هو الدقيق الابيض والعيش الفينو والفلاش والتوست. ماشي تمام، ده حلو، انا معاكم فيه، والكيك والبسكوت والمكرونة. بس منزل تحت كمان معاهم البيض، فانا مستغربة قوي ان هو البيض ممنوع. فندخل على اللي بعده، البروتينات. ايه البروتينات الممنوعة؟ البروتينات الممنوعة الدواجن والبيض، وكمان البط والوز والديك الرومي. هو قايل عليهم دول اصلا مش معمولين عشان خاطر يتاكلوا. تمام. دول مخلوقات طيور بس مش للاكل. فطبعا انا مش مع ده خالص، وانتوا برضو عقلكم وافكاركم. لكن لو حد نباتي تمام، هو شايف ان دول ما يتاكلوش، او مش شايف دول ما يتاكلوش، ناس ما بتحبش الحاجات دي، ناس نباتية، فتمام. لكن هم بيتاكلوا، هم بيتاكلوا، او بدماغكم كده انتوا فكروا كده. حاجات بنحبها او ما بنحبهاش، ما يعني مش بنحبها، مش عايزين ناكلها، بس ما ينفعش نقول عليها ما تتاكلش اصلا. وكمان تبقى ممنوعة في حد بيعمل دايت او بيعمل رياضة، ده البروتين مهم جدا. بعد كده الالبان والجبنة القريش والزبادي ومعظم منتجات الالبان. يعني فكرة ان حد يمنع منتجات الالبان دي، لو حد عنده ضرر منها، لو حد بيحصل له انتفاخات، حد عنده حساسية من الالبان، تمام. لكن الالبان دي مهمة جدا، دي من وجهة نظري انا، او شوفوا انتوا وجهة نظركم. لكن اللي هي ما تتاكلش اصلا وهي ما ينفعش تتاكل، ده الغريب. انا يعني طالعه في الفيديو ده بتناقش معاكم اكيد، يعني هو دكتور وفي دكاتره كتير وفي دكاتره طلعت اتكلمت في الانظمه ده، بس احنا بنتناقش. قلنا طبعا منتجات الالبان، بعد كده دخلنا على الخضروات، ودي اللي خضتني. يعني سواء حد نباتي او مش نباتي، تمام، وما بياكلوش الحاجات الحيوانيه، تمام. لكن الخضروات، الجرجير، الخس، الطماطم، الخيار، البصل، الثوم، زي ما مكتوب قدام حضراتكم. انا حاولت اقسم لكم السكرين بتاع النظام عشان يكون واضح على الشاشة، وممكن تاخدوه سكرين كمان هيكون اوضح. طب الخضروات ازاي؟ الخضروات تتمنع ازاي؟ ده الحاجات دي مليانة فوائد جدا للجسم، ومينفعش ان هي تتمنع. اي اكل المفروض ان هو بيتمنع يبقى الانسان عنده حساسية منهم، لكن ازاي ما ياكلهوش وكمان بيعمل دايت وما ياكلش الحاجات دي؟ طب بعقلكوا ده ايه؟ البقوليات بقى، الفول، العدس، البسلة، اللوبيا.